التسويف او ان انا اكون مأجل المهام اللي ورايا لبعدين بدون سبب حقيقي ومقنع ممكن يكون مضيع علينا فرص كتير جدا في حياتنا. ممكن يكون سبب مقلل او مبطئ نجاحنا في الشغل، في الدراسة، في حياتنا العملية الشخصية، الصحة، في فلوسنا، في اي جانب من حياتنا. وكمان التسويف او المماطلة احد اهم الاسباب اللي بتؤدي لزيادة التوتر والارق والقلق. وفي الفيديو ده هنتكلم عن 5 طرق مجربة ومثبتة علميا هنعملها هتقضي على التسويف في دقايق. بنسبة كبيرة انت بتشوف دلوقتي الفيديو ده علشان بتسوف حاجة تانية المفروض تبقى بتعملها، بس بما انك جيت خليك بقى معايا وهنشوف ازاي نقضي على التسويف ده نهائيا خالص. لو اول مرة بتشوفوني، انا اسمي شريف علاء ودي قناة الخلاصة اللي بنتكلم فيها عن الخلاصة في النجاح في الحياة العملية والشخصية والعلمية. ويلا نبدأ في الموضوع على طول. علشان نتخلص من التسويف لازم نفهم الاسباب النفسية وراء التسويف، مخنا بيشتغل ازاي وايه اللي بيخلينا نسوف. التسويف مش مجرد كسل او نقص في الارادة او حتى استهبال، لا، التسويف ليه اسباب نفسية اعمق من كده شوية. قبل ما نتكلم عن اسباب التسويف لازم نفرق ما بين حاجتين. الحاجة الاولانية هي التأجيل البناء، والحاجة التانية هي التسويف الهدام. التأجيل البناء الكونستراكتيف هو ان انا عارف ايه المهام اللي ورايا، ابعادها، الديدلاين امتى، اللي المفروض اعمله امتى، خدت قرار واعي بان انا مش هعمل الحاجة دي دلوقتي، انا هعملها الساعة كذا او يوم كذا الساعة كذا علشان عندي حاجات ملحة اكتر اعملها في الوقت ده. فيبقى التأجيل البناء ده مش حاجة سيئة، مش حاجة سلبية، لا، ده قرار حكيم. ده انا بعرف ازاي اعمل ترتيب للاولويات او prioritization للمهام والوقت. التسويف الهدام بقى الديستركتيف مش الكونستراكتيف، هو ان انا باجل اللي ورايا بدون سبب حقيقي. ممكن يكون عشان ماليش نفس او مستثقل المهمة دي، او علشان عايز اتفرج على مسلسل حلقة الاول، او هلعب الجيم ده الاول، او علشان انا قررت اعمل حاجة تانية وهي مش ملحة خالص، زي ان انا هنزل الهدوم الصيفي ولا الشتوي وافرزهم وارتب الدولاب. فده انا بدور على اي حجة علشان ما اعملش اللي ورايا. ده تسويف هدام. طيب كده عرفنا تعريف التسويف، لكن ايه هو اسبابه؟ التسويف في الغالب بيكون مرتبط بعوامل نفسية عايز اتجنبها، زي احساسي بالفشل او الخوف من الفشل او المواجهة، او بسبب محاولة الوصول للكمالية البرفكشنزم. كمان لان مستوى الدوبامين اللي هو هرمون المكافأة اللي المخ بيفرزه بيكون عندي قليل في اللحظة اللي انا قاعد بسوف فيها دي. فبدل ما انا اعمل حاجة المفروض هتكون مفيدة ليا على المدى الطويل، لا، انا بدور على متعة لحظية instant gratification. فبعمل حاجة تزود لي الدوبامين، زي مثلا ان انا العب جيم او اشوف مسلسل او سكرول، والحاجات دي ممكن تحسسني بالذنب. ففي حد تاني ممكن يقوم يقرر يعمل حاجة تانية مفيدة منتجة لكن ملهاش علاقة بالمهام الملحة اللي وراه. فالشخص ده يقوم بقى يغسل المواعين ولا يمسح الشقة ولا ينزل الصيفي والشتوي زي ما اتكلمنا ويرتب الدولاب، حاجات علشان ما يحسش بالذنب، بس في نفس الوقت هو بيتجنب التاسك الأساسية اللي وراه، الديدلاين، التقرير، المذاكرة، الشابتر، ايا كان الديدلاين اللي وراه. انا سامع حد بيقول لي ايه المشكله في التسويف؟ انا بعمل كل حاجه في اخر لحظه وبجيد العمل تحت ضغط، فانا هكمل كده وكله بيخلص في الاخر حتى لو انا عملتها في اخر لحظه. الحقيقه ده سؤال وجيه جدا ونقطه تخلينا نتساءل، احنا ليه بنقدر نضغط نفسنا؟ يعني انا عندي تاسك المفروض محتاجه مني 10 ساعات شغل وعندي ليها 5 ايام، ليه مثلا ما بشتغلش 5 ساعات اول يوم و5 ساعات تاني يوم واخلصها واسلمها يومين 3 بدري؟ ليه بستنى لغايه اخر يوم وبدل ما هي محتاجه 10 ساعات بضغط نفسي على الاخر واخلصها في 5-6 ساعات وبتطلع ساعات كويسه كمان؟ ايه بقى الموضوع ده؟ في اللحظات الاخيره مخنا بيدرك العواقب الكونسيكونسز، وبندرك ان مفيش فرصه تانية دلوقتي، في عواقب هتحصل لو انا ما سلمتش اللي ورايا ده او ما عملتش اللي ورايا ده، سواء بقى سقوط، رسوب، فشل في امتحان، او مفيش ترقيه، او هترفد، او العميل هيفسخ العقد. فالمخ بيدخل في حاله من الهلع او بانيك مود، وبيفرز هرمون الكورتيزول اللي هو ستريس هرمون، هرمون الضغط. الهرمون ده المخ بيفرزه لما بيحس بالخطر الداهم imminent danger او threat. ده اللي مخنا زمان في الانسان الاول كان بيفرزه لما يطلع له اسد ولا يطلع له واحد عايز يقتله علشان ياكل اكله او ايا كان. فالمخ بيفرز هرمون الكورتيزول والجسم بيدخل في حالة اسمها flight or freeze، يعني القتال او الهروب او التجمد، ان انا اقف في مكاني ومش عارف اتحرك خالص. فلما بحس بالبانيك في اخر لحظه مخي بيفرز الهرمون ده وكأن بجد في خطر على حياتي. انتوا متخيلين زمان كنا بنفرزه علشان في اسد طالع، ودلوقتي عشان المدير جاي بيقول لي الديدلاين فين البرزنتيشن؟ والله العظيم الانسان ده غلبان قوي. هرمون الكورتيزول ده بيخليني اعمل حاجات تفوق
قدرة جسمي في العادي. يعني انا ممكن الاقيني لو انا في موقف فيه خطر على حياتي الاقيني بجري بسرعة كبيرة جدا ومن غير ما نفسي يتقطع، واسرع من ناس ممكن تكون اسرع مني، وانا في العادي ما اقدرش اعمل الكلام ده وانا بتمرن ولا لو انا قررت اجري. لكن الخوف ده بالهرمون اللي بيفرز من غدد الادرينالين ده بيخليني عندي السرعة دي. او ممكن واحد حتى يقول لك انا كنت خايف جدا فضربت اللي جه هاجمني ده وانا مش عارف ضربته ازاي، ما جبت منين القوة دي، او ايا كان. وهو ده نفس الهرمون اللي بيخلينا ممكن نخلص شغل اسبوع في نص يوم. واحد يقول ايه ده، طب ما دي حاجة لذيذة جدا، خلينا على طول شغالين تحت ضغط ومخنا يفرز الكورتيزول ونشتغل تحت الضغط المستمر ده ونخلص كل حاجة في اخر لحظة، ايه المشكلة؟ لا طبعا لا، الكلام ده مش هينفع لاكتر من سبب. اول سبب ان هرمون الكورتيزول ده لما المخ بيفرزه على المدى القصير، لو انا بعمل الكلام ده مرة كل فين وفين، فده هيديني فعلا بوست او دفعة يخليني اعمل حاجات. لكن لو انا ده طريقة العمل او الشغل بتاعي في العادي، فده هيخليني تحت ضغط مستمر. وافراز هرمون الكورتيزول باستمرار وبشكل كبير بيؤدي الى كرونيك ستريس او ضغط مزمن، وبيؤدي الى زيادة اضطراب القلق والى الارق والى الاكتئاب وحاجات اكتر من كده واسوأ من كده، بعد الشر علينا كلنا. تاني حاجة انا قلت لكم الهرمون ده بيخلينا نعمل ايه؟ فلايت اور فريز. فزي ما هو ممكن يخليني فايت اور فلايت، هو كمان ممكن يخليني اتجمد مكاني، ما اعرفش اتحرك، فانا الاقيني في اخر لحظة اي بانيكت ومش عارف اعمل اي حاجة. حتى لو انا قبل كده كنت لما ببانيك بقدر انجز بسرعة، ممكن في لحظة الاقيني اي بانيكت فاستقيل او اهرب بقى او استخبى او اقول لا خلاص انا هسقط في المادة دي او ايا كان. فانا فعلا ممكن زي ما بنقول كده اتسمر مكاني او اتمسمر مكاني، I'm freezing، انا خلاص اتجمدت مش عارف اعمل اي حاجة تانية. وسبب ثالث منطقي ملوش علاقة قوي بهرمون الكورتيزول، هو ان انا ممكن اسيب الحاجة بتاعتي لاخر اليوم مثلا، وبعدين اخر يوم تحصل لي ظروف طارئة او يجي لي حاجة ملحة اكتر او اي حاجة تمنعني عن ان انا اسلم الحاجة اللي انا كنت عارف ان انا هعملها في اخر 3-4 ساعات، بس جات لي حاجة تانية تمنعني من الموضوع ده فضاعت عليا الفرصة دي. فعشان كده لا، ما ينفعش ان انا كل حاجة لاخر لحظة على طول. كده فهمنا التسويف وتعريفه واسبابه وليه بنقدر نشتغل ساعات في اخر لحظة وليه ما ينفعش اعتمد على الاسلوب ده. جه بقى الوقت اللي نتكلم فيه عن ازاي نتخلص من هذا التسويف السيء. اول اسلوب اسمه eat the frog، كل الضفدع. يعني ابدأ باصعب مهمة اول حاجة عندك. ايه المصطلح الغريب ده وليه اسمه كل الضفدع؟ المصطلح ده جاي من مقولة للكاتب الامريكي مارك توين بيقول فيها اذا كان عملك ان تأكل ضفدع فمن الافضل ان تفعل ذلك اول شيء في الصباح، واذا كان عملك ان تأكل ضفدعين فمن الافضل ان تبدأ بالضفدع الاكبر اولا. الفكرة هنا بسيطة جدا، لو في مهمة او تاسك مستثقلها او مستصعبها او قرفان منها، اخلص منها اول حاجة في يومك هتحس بالانجاز. فيعني هنا على سبيل البلاغة بيقول لك لو التاسك المهمة اللي مطلوبة منك هو انك تاكل ضفدع، فكل الضفدع ده بقى اول حاجة الصبح، خلاص بقيت يومك هيبقى احسن. انت عملت اوحش حاجة في يومك الاول فخلاص بقيت اليوم سهل. المقولة دي اشتهرت زيادة اكتر في مجال الانتاجية لما الكاتب براين تريسي كتب كتاب الف مبروك يا براين وربنا يتمم بخير. مش بتكلم عن كتب كتابه، بتكلم عن الكتاب اللي الفه بعنوان كل هذا الضفدع، 21 طريقة رائعة لوقف التسويف وإنجاز أكثر في وقت أقل. Eat that frog, 21 great ways to stop procrastination and get more done in less time. وده كتاب لذيذ جدا بنصح بقرايته. تاني طريقة غريبة جدا لأن هي عكس الطريقة الأولانية، وهي ابدأ بأسهل حاجة قدامك. الهدف من الطريقة دي باختصار إن لو أنا ورايا 5 حاجات أعملهم وعملت أسهل واحدة فيهم اللي هي لذيذة وخفيفة على قلبي، هحس بالإنجاز. أنا عملت 20% من اللي ورايا، عملت 1 ناقص 4، فده هيخليني راضي عن نفسي. الإحساس بالإنجاز ده هيزود عندي الدوبامين، وإحنا قلنا إن نقص الدوبامين هو أحد أسباب التسويف. فدي طريقة تخليني أزود الدوبامين وأزود الإنتاجية وأقلل التسويف. طب أنا كده اتلخبطت، أبدأ بأصعب حاجة ولا أبدأ بأسهل حاجة؟ والله الطريقتين صح، ممكن الطريقتين يشتغلوا مع نفس الشخص، ممكن طريقة واحدة بس هي اللي تبقى بتشتغل معاه، وممكن طريقة تانية تبقى بتشتغل مع شخص تاني، وممكن شخص في اللحظة دي الطريقة الأولى تنفع معاه لكن في اللحظة دي الطريقة التانية ما تنفعش معاه أو العكس. فالخلاصة من الكلام ده كله، جرب الطريقتين وشوف أنهي طريقة اللي هتمشي معاك، وجرب الطريقتين كل مرة عندك حاجة فيها وحاسس إنك بتسوف لغاية لما تشوف خلاص أنا هبدأ بالسهل أو هبدأ بالصعب. فترايل اند ايرور أو التجربة والخطأ. ثالث طريقة هي قاعدة سحرية اسمها قاعدة ال5 دقايق. إيه هي ال5 minute rule دي؟ المهمة أو الشغل اللي وراك أيا كان الوقت اللي محتاجينه، ساعة أو 4 ساعات أو 10 ساعات، اديلهم 5 دقايق فقط. 5 دقايق دول هقعد عليهم بتركيز، هشيل كل عوامل التشتيت، كل المشتتات اللي هي التليفون، التلفزيون، الباب، أيا كان، هقفل على نفسي. لو الموضوع ده بيساعدك حط بقى سماعة، اسمع أي حاجة تخليك تركز، واقفل على نفسك كده واشتغل على
على التاسك دي واديها 5 دقايق وحط الارم او تايمر منبه يرن بعد 5 دقايق. بعد ال5 دقايق دول شوف عملت حاجة ولا لا وقادر تكمل ولا لا. في الغالب بعد ال5 دقايق دول هتكون عملت حاجة ولو صغيرة هتدي لك احساس ولو صغير بالانجاز وهيخليك قادر تكمل. طيب ال5 دقايق دول فعليا هيعملوا لي ايه في البلاوي المتلتلة اللي ورايا في المهام دي كلها؟ انا ببقى خايف او مستثقل المهمة اللي ورايا كمهمة. لما اقول ورايا تقرير 40 صفحة اكتبه، او ورايا برزنتيشن قد كده ما عملتش فيها ولا حاجة، او ورايا فصلين من كتاب ايه اذاكرهم عشان الامتحان، فبيبقى عندي صعوبة في تخيل ازاي اوصل من الصفر اللي هي نقطة البداية اللي انا فيها دي للهدف بتاعي اللي هو نقطة النهاية. ما ببقاش شايف ازاي ممكن اعمل كده. لكن ال5 دقايق دول ممكن يكونوا ادوني حاجة بسيطة تديني احساس بالانجاز. زي ايه؟ زي ان انا اكون عملت مثلا في البرزنتيشن السلايد الاولى، الصفحة الاولى فيها العنوان وفيها الكذا، ورحت عامل فيهم ديزاين مثلا في الصفحة الاولى، فانا هحس ان هو ايه ده بقى فيه شكل للبرزنتيشن. او ان انا عندي ريبورت فرحت كاتب العنوان بتاعه ورحت عامل مثلا قائمة المحتويات او الفهرس او التيبل اوف كونتنتس مثلا، فانا كده اللي هو ده انا عملت حاجات، ده انا ممكن ساعتها اشتغل كمان على الشابتر ده او على النقطة دي او ايا كان. فدي حاجة مجربة، و5 دقايق دول فعلا ممكن يعملوا فرق كبير. طيب احنا قلنا ال5 دقايق دول نشوف اشتغلت فيهم ولا لا او قادر تكمل ولا لا. نفترض ان انا ما عملتش حاجة، فتحت صفحة بيضاء وقعدت اعمل كده وفضلت الصفحة بيضاء، اعمل ايه؟ اكون انا طبعا شلت كل المشتتات وحطيت التايمر واديت النية كده ان انا هشتغل عليها. لو فعلا 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 ما قدرتش اعمل ولا اي حاجة فيهم في ال5 دقايق دول، اوقف واسيب الموضوع ده نهائيا وارجع له تاني، اجرب موضوع ال5 دقايق ده تاني بعد مثلا ساعة او بعد ساعتين او بعد يوم، على حسب الديدلاين امتى وعلى حسب مدى الحاح المهمة او الشغل اللي ورايا ده. يعني ما تبقاش حاجة المفروض تتسلم بعد ساعتين واعمل قاعدة ال5 دقايق دول وارجع لها تاني بعد يومين. رابع طريقة، لا لحظة قبل ما نتكلم عن رابع طريقة، 80% من الناس اللي بتشوف فيديوهاتي مش مشتركة في القناة ومش متفاعلة بلايك او كومنت، فانا بطلب منكم لو مش مشتركين في القناة دوسوا سبسكرايب وسيبوا لايك على الفيديو علشان بيفرق جدا 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 معايا ومع استمرارية المحتوى بتاعي ونمو القناة. وشكرا. ممكن نكمل بقى؟ اوكي. رابع طريقة هي تخيل العواقب. visualize the consequences. فاكرين من شوية ان احنا قلنا ان احد الاسباب اللي بيخلينا نقدر ننتج في اخر لحظة هو ان احنا بندرك ان في عواقب وان مفيش فرصة تانية. انا عايز بقى بدل ما انا بدرك الكلام ده في اول اخر لحظة، ادركه من البداية شوية. اقول لنفسي لا، فكر، انا لو ما ذاكرتش هسقط، انا لو ما عملتش البرزنتيشن دي مش هترقى، انا لو ما حضرتش للانترفيو بتاعي مش هتجيلي الوظيفة، او ايا كان العواقب اللي ورايا على حسب المهام. فافكر نفسي بالكلام ده واشجع نفسي واتكلم بقى مع نفسي ان هو لا، انشف بقى كده، انشف على نفسي شوية تاف لاف. عارفين المونولوج بتاع قومي يا بت، قومي شوفي شغلك، شوفي مصالحك والحاجات دي كلها، ساعات بينفع بقى. كمان لازم نبقى عارفين ان لو انا عندي مشكلة التسويف بشكل مزمن بشكل دائم، فانا غالبا عندي مشكلة في ادارة وتنظيم وقتي. وعشان كده بنصحكم تشوفوا الفيديو اللي انا بتكلم فيه عن كيفية ادارة وتنظيم الوقت. انا عندي وظيفة بدوام كامل، بدرس في الجامعة، عندي مشروعي الخاص، بعمل فيديوهاتي على يوتيوب، والطرق اللي انا بتكلم فيها على تنظيم الوقت في الفيديو ده هي الطرق اللي مخلياني قادر الاحق على كل الحاجات اللي ورايا. خامس طريقة حاجة لذيذة وسهلة جدا، حط لنفسك مكافأة. كافئ نفسك، بدل ما تقول لنفسك انا هتفرج على حلقة وبعدين هشتغل او اذاكر، لا، قول انا لو اشتغلت وخلصت كذا من الشغل او المذاكرة فانا هتفرج على حلقة. ممكن كمان تعتمد على اسلوب من اساليب ادارة الوقت اسمه اسلوب بومودورو في المكافأة، واتكلمت عنه في الفيديو اللي اتكلمت عنه من شوية بتاع تنظيم الوقت. اسلوب بومودورو باختصار ان انا بركز لفترة قليلة زي 25 30 او 40 دقيقة، وبعدين باخد راحة لمدة 5 دقايق، وكل 3 او 4 فترات شغل، يعني كل ما اشتغل 30 40 دقيقة ورايح 5 دقايق، 30 ورايح 5 دقايق، وهكذا. كل ما اخلص 3 فترات او 4 من دول اكافئ نفسي براحة طويلة زي 30 او 40 دقيقة. فانا ممكن مثلا لو انا بحب العب جيمز وبحب اتفرج على التلفزيون، فانا ممكن اقول اوكي انا هشتغل 25 30 40 دقيقة وبعدين هريح لي كده 5 دقايق اشوف بقى ميمز ولا ريلز ولا العب جيم على الموبايل، واعمل كده كل 3 فترات شغل. وبعدين بعد 3 او رابع مرة اقوم اكافئ نفسي بحاجة اكبر شوية، زي ان انا مثلا اتفرج على حلقة من مسلسل، او ان انا العب على البلاي ستيشن، بس ما نسرحش برضو في الوقت، يعني نحاول ان احنا في الاخر نخليها 30 40 دقيقة راحة كل 3 4 ساعات شغل. فيبقى بدل ما انا اقول هتفرج على المسلسل الاول وهتفرج عليه بقى وانا عندي احساس بالذنب وبالتقصير وعدم الرضا عن النفس، وبعدين اشتغل وانا قاعد اعمل كده وحاسس ان انا ضيعت وقت، لا، انا هشتغل الاول وبعدين هستمتع تماما بالفرجة او باللعبة او بايا كان النشاط الترفيهي اللي انا عايز اعمله، لانه خلاص حاسس ان انا انجزت وعملت
شوط كبير من اللي ورايا، فانا استحق I deserved it I earned it. علشان تتخلص من التسويف وتكون منتج اكتر فلازم تتخلص من العادات السيئة وتبني عادات جيدة. وعشان كده برشح لكم تشوفوا الفيديو بتاعي اللي اتكلمت فيه عن كيفية بناء العادات الجيدة، وهو ده بتكلم فيه عن ملخص لواحد من اهم الكتب اللي ممكن تقروها في المجال ده، وهو كتاب عادات ذرية او Atomic Habits. فيديو هيعجبكم وهيفيدكم اتمنى. اكتبوا لي في التعليقات ايه الاسباب اللي بتخليكم تلجأوا للتسويف، وايه الاستراتيجيات او الطرق اللي اشتغلتوا بيها على نفسكم وقدرتوا فعلا تواجهوا التسويف من خلالها. واكتبوا لي في التعليقات تحبوا نتكلم عن ايه تاني في الفيديوهات الجاية. ولو وصلتوا لهنا في المشاهدة فشكرا جدا، واشوفكم الفيديو الجاي.